ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم روتين جديد وفيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده بقى مفيهوش روتين، بس فيه بعض الوصفات هتعجبكم جدا. ساعات بنجوع كده بالليل او بنقوم الصبح عايزين نفطر حاجه جديده وبنحس ان احنا زهقانين من الاكل كله، فهتاخدوا النهارده افكار حلوه جدا سواء بقى للعشاء او للفطار. لايك وشير للفيديو لو عجبك، وتابعيني لو اول مره بتشوفي قناتي عشان هتعجبك جدا. ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه زي ما احنا ما شايفين كده هنحتاج عيش، والعيش اللي هنحتاجه يكون صابح عشان ما يتفتفتش ويتفتح معانا بسهوله. واي انواع جبن بقى، انا استخدمت موتزاريلا ورومي. ممكن تستخدموا اي ميكس جبن موجود عندكم مع الموتزاريلا. الموتزاريلا اساسي معانا. كمان استخدمت زيتون، ممكن بقى تضيفوا فلفل الوان، فلفل اخضر، طماطم، اي حاجه حابين تضيفوها عادي ممكن تنضاف. بصوا بقى الميزه بتاعت الفطاير بتاعت النهارده ان هي بتنفع الفطار والعشاء. ساعات كتير جدا بنبقى محتارين نتعشى ايه او نفطر ايه. الفطار دي بتبقى حلوه جدا ومشبعه، وفي نفس الوقت تغيير، بنحس ان احنا كلنا حاجه حلوه وما خدتش وقت ولا مجهود. عايزه اقول لكم بقى ان انا بحب اعملها ميكس جبن. انتوا ممكن تضيفوا فيها فراخ شاورما، طبعا تضيفوا كمان لو في بانيه هتقلوه او هتشوحوه كده، تضيفوا لانشون، ممكن تضيفوا اي اضافات حابين تضيفوها. يعني احنا مش متكتفين بحاجه معينه. وكمان الفطار بتاعتنا بتستوي عادي على البوتاجاز، يعني مش هتشغلي الفرن بقى ومش هتاخد وقت ومش هتحرر البيت. احنا بندور على الحاجات اللي تتعمل بسرعه ما تاخدش وقت، وكمان نبعد عن الفرن عشان زي ما انتم عارفين الجو حر جدا، والفرن طبعا لو اشتغل الجو بيبقى حر اكتر في المطبخ. طريقه التسويه كمان بتبقى سهله جدا. انا حطيت شويه زيت في طاسه تكون سيراميك او تيفال او اي طاسه تكون ما بتلزقش عموما يعني، وبنبتدي ان احنا نشوح الحواوشي. انا بسميه حواوشي جبن، انتوا بقى سموها فطاير سموها اي حاجه. المهم بنشوحها اول وش، لما بياخد لون بنقلبها على الوش التاني زي ما هتشوفوا معايا كده. بتستوي على طول، ما بتاخدش وقت، بتبقى مقرمشه جدا، طعمها حلو وهتعجب الولاد جدا. ميكس الجبن بقى كده ما بيسيح مع الزيتون مع شويه فلفل، لو ضايفين فلفل بتبقى حاجه بصوا كده خطيره. طبعا انا بحضرها دلوقتي، انا هفطر بيها تمام، هي تنفع عشاء او فطور. على ما طبعا ما الفطيرة الأولانية ما تتحمص كده معايا وتاخد لون حلو، هنحضر شربات عشان برضه هنحضر حاجة حلوة سهلة وسريعة. بصوا كل الوصفات النهاردة سهلة وسريعة وبجد النتيجة هايلة. هنحتاج لكوبايتين من السكر على كوبايتين من المية. أنا عايزة الشربات بتاعي يكون تقيل عامل زي العسل بالظبط، فهو دوت المقدار المظبوط معانا. هنرفعه على النار يغلي حوالي 10 دقايق، بعد كده نديله عصرة ليمونة ونطفي عليه ونسيبه على جنب لحد ما يبرد خالص. هنا بقى كان اول رغيف استوى معايا، شايفين الجمال؟ عايزة اقول لكم مقرمش جدا من الوش ومن الظهر، حاجة كده تحفة تفتح النفس بقى. يعني بصي انتي زهقانة تفطري ايه تتعشي ايه، اعملي الوصفة ديت على طول مع بقى شاي بلبن. انا حبيت اشرب معاه برتقان لاني زي ما قلت لكم انا كنت محضراه على الفطار، لكن طبعا لو بالليل على العشاء ممكن معاه شاي بلبن او شاي، بيبقى طبعا حاجه كده حلوه. تعالوا بقى شوفوا المطه بتاعت الجبن، شايفين بقى يا بنات الجمال؟ حاجه كده طبعا تحفه تحفه تحفه. شايفين مطه الجبن؟ عايزه اقول لكم ان الجبن المستخدمه هنا الموتزاريلا بتاعت الحمد، هي طبعا المطه بتاعتها حلوه جدا. لو ما بتمطش معاكم محتاجين ان انتوا تزودوا بس الكمية شوية. طبعا الفطار كان بصوا حاجة تحفة. تعالوا بقى نحضر حاجة حلوة هتعجب الأطفال جدا وفي نفس الوقت مش هتاخد وقت خالص. فين يا بنات معايا الشربات تقيل خالص زي العسل، هو دوت المطلوب. أنا مش عايزة شربات خفيف، أنا عايزاه يكون تقيل بالشكل اللي شفناه دوت. وهاتي أي لفة جلاش، طبعا اللفة دي بقى لها فترة عندي في الفريزر، فأنا كنت بقلب كده في الفريزر فقلت ايه لا خلاص بقى أنا أطلعها أعمل بيها حاجة حلوة للولاد. المهم هشيل اول كام ورقه عشان متكسرين، وعادي خالص هنشتغل باللفه، هي ما فيهاش اي حاجه، هم اول ورقتين بس ايه اللي متكسرين. عايزه اقول لكم بقى ان الوصفه دي سريعه جدا ما بتاخدش وقت، وبجد النتيجه تحفه. هتدوقوا احلى جلاش ممكن تاكلوه، طعمه حلو جدا، بيتباع كمان بره. المهم بقى تعالوا ندخل على الطريقه على طول. نجيب اي صينيه كده وندهنها زبده، ندهنها دهنه حلوه عشان الجلاش ما يلزقش معانا. عايزه اقول لكم بقى ان الوصفه ديت ليها طريقتين وانا جربت الاتنين والاتنين احلى من بعض. اول طريقه ان انتي تنزلي بلفه الجلاش بتاعتك كلها زي ما هي كده، يعني مش تقعدي تحطي طبقات جلاش وتدهني، لا، انزلي باللفه كلها مره واحده كده في الصينيه، كل الكميه اللي موجوده معاكي من الجلاش. وبعد كده على الوش هتبتدي ان انتي تقطعي الجلاش الاول وبعد كده تسقيه بالزبده.
طيب والطريقة التانية تضيفي 3 4 ورقات 5 يعني بالبركة كده، أنا ما باعدش بصراحة، وما بين كل طبقة وطبقة تبتدي برضو تضيفي زبدة. انا جربت الطريقتين حلوين وبيدوا نفس النتيجة. عايزة اقول لكم بقى ان الطريقة اللي انا صورتها معاكم هنا، الطريقة ديت بسيب الجلاش زي ما هو كده مش متقطع، ما بيطلع بيبقى مقرمش جدا، بكسره بقى وبستخدمه مع كنافة او بناكله زي ما هو كده بيبقى مقرمش جدا وطعمه بيبقى مسكر، وكمان العسل اللي احنا عاملينه تقيل، فبجد بيبقى تحفة. وفي طريقة تانية اللي هتشوفوها في الصينية الجاية، قبل ما بضيف السمنة بقوم مقطعة الجلاش لمثلثات، وبعد كده بقوم ضايفة عليه السمنة واسويه، ولما طبعا بيطلع من الفرن بسقيه على طول بالشربات. الشربات بيكون بارد والجلاش بيكون سخن. اهوت هتشوفوه معايا الجلاش المثلثات الاتنين بجد طريقتهم حلوة جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بيه. انتظروني في فيديو تاني جديد.